التمر والقيمة من الأكلات الشعبية اللي يتميزون بها الشعب العراقي وبالأخص محافظة النجف ومحافظة كربلاء. طبعا العامل الرئيسي للقيمة لازم يكون اللحم عجل عراقي خالص بدون أي إضافات. التمر والقيمة مالتهم تنطبخ لأكثر من 8 ساعات أو 10 ساعات على النار. المهم ما دام احنا بداية الفيديو سوي تاكل صاحبك خلي أعزمك على هيك صينية مرتبة. وأكيد التمر مالتهم يشتغلون بدهن الحر وراح يطلع بشكل كلش منثور. أكيد القيمة مثل ما تشوفون ذايبة راح توديكم العالم ثاني من الطعم والشكل مالتها الرهيب. أنا طلبت الصينية ام 6000 اللي راح تكفي تقريبا 3 نفرات أو 4 نفرات. المقبلات راح تجي وياها طرش والبصل والخضروات، وطبعا لا تنسون معشوقة الجماهير الحكاكة. طبعا القيمة كلش طيبة وعالوتشية، ولحم العجل العراقي كلش واضح بالقيمة. شوفوا لي عشان عالوتشة ضايبة. الصينية اللي قدامكم راح يكون سعرها 6000 دينار تمن وقيمة. المهم تعال خلينا نجربها سوا. اهم شيء الطرش العراقي هذا التفاح. اهم شيء نخلي الجرجير. المصور لبس النظارات ما يريد يتأكد هذا جرجير. مالتها كلش طيب والله.